طيب اول شيء تضغط على شو اسمه ذا، تضغط على كأنك تشتري تاير واحد، بعدين تطلع شو اسمه الباتل رويال او السلكت جيم، وترجع تروح تضغط كريتيف. بعد ما تضغط سلكت جيم تروح لكريتيف، ما تروح الباتل رويال، تروح كريتيف. بعدين تفتح الشات مع اي واحد من اخوياك، تفتح شات اللعبه من واحد من اخوياك. اوكي، راح اوريكم كلام تكتبونه: كريتيف مود وباتل باس والتاير. حابب انبه شيء هنا، في شيء اسمه باتل باس تاير. هو طبعا حاط تاير 27 لانه هو تاير 26. ف ايش اللي عليكم؟ ان التاير حقكم مثلا انت واصل الحين 25، اكتب الرقم ذا 26. عارفين كيف؟ اللي محطوط بالكتابة. فبدال ما تحط رقم 25 حط 26، غير الرقم عشان يمديك تتقدم تاير بهذا الجلتش. فيب بعد ما تكتب الكلام انسخه عشان انك راح ترسله من جديد. راح احط لكم الكلام انا بالديسكريبشن للي حاب يعني ما يطول وهو يكتب وزي كذا. اول ما تكتب الكلام ترسل لواحد من اخوياك، وبعدها تلقائي على طول تطلع للباتل رويال من سيلكت جيم، على طول تطلع الباتل رويال. بعد ما تروح الباتل رويال تضغط من جديد، تدخل على الباتل رويال وترسل من جديد لخويك. لكن حاب انبه على شيء انه لازم يكون برايفت، يعني لا يكون البارتي حقك يعني بوبليك او مفتوح، لازم البارتي حقك مسكر عشان يضبط الجلتش. طيب بعد نفس الطريقه تروح للباتل باس، كأنك تشتري باتل باس، كأنك تشتري التاير واحد، نفس الطريقه ترسل نفس الرساله وانت بالباتل رويال. يعني احنا قبل شوي شرحناها بالكرياتيف، لحين ثاني مره تروح ترسلها بالباتل رويال. طيب اول ما راح ترسلها على طول راح تطلع كذا، وتروح على طول تحط بلاي جراوند وتدخل جيم. مره لا تسوي اي شيء، حاول انك تكون مره سريع اساس انك تدخل البلاي جراوند باسرع وقت ويضبط معك الجلتش. فيب زي ما تشوفون على طول هو دخل البلاي جراوند، بعدها دخل مدينة بارك، بليزد بارك. بعد ما تدخل بليزد بارك بس قبل لا تمسك الارض، يعني اول ما تدخل بارك انزل بالمظلة او انزل من الباص. طبعا ما في باص صح، نسيت، لكن بالاخير انزل على طول واطلع على طول. اطلع من اول ما تدخل البليزن بارك وترسبن على طول اطلع. فلازم ما تلمس الارض عشان يضبط الجلتش. اول ما تطلع راح تشوفون راح يضبط الجلتش، تروحون للباتل باس، تجي تقدم تاير، راح يطلع لك زي ما تشوفون 0 في بوكس. فهذه الطريقة بالضبط، هذه الطريقة كلها اللي انا سويتها. انا صراحة ما حبيت اشرحها باي دي او بالايبك حقي حق البي سي، لان اساس خاف ان ممكن الشركة تعطيني باند على الايبك. فلقيت لكم مقطع